السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم في فيديو جديد. وحشني جدا 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 جدا. يا انا حاسس ان انا نسيت الكاميرا ونسيت المايك ونسيت القعده الغريبه دي. انا عارف ان انا بطول عليكم جدا جدا، بس والله العظيم يا جماعه النفسيه وعصبيه وكل حاجه موجوده. حتى مش عارفين نصور من صوت الاطفال اللي بره. اطفال احباب الله طبعا، بس مش هنقدر نقول لهم حاجه. المهم اللي انا مجهز لكم مفاجاه جديده ومفاجاه حلوه، بس هي ممكن تطول حبتين، بس مش هقول لكم عليها غير لما تتعمل، عشان لو ما اتعملتش يبقى انا ما قلتش وخلاص، فاهمين؟ المهم قبل ما نطول عليكم عشان نخش في المهم على طول، قبل ما نبدا الفيديو انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب يا زميلي. انت مستني ايه؟ انت بتتفرج عليا ازاي وانت مش عامل اشتراك في القناه؟ انزل دلوقتي هتلاقي العلامه الحمراء اللي مكتوب عليها اشتراك تحت دي، دوس عليها وقلبها للرمادي ودوس لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان لما انزل فيديوهات تجيلك على طول. يا عم ما تبقاش مشترك وخلاص. ازاي انت مشترك في القناه وما بيجيلكش اشعارات ان انا منزل فيديو؟ ازاي ما بتخشش تتفرج عليا اصلا؟ فانت تعيط وتقول واقف بغز الشر ده بغز حراق. فيديو النهارده هو فيديو مختلف حبتين. فيديو عملته مره او اتنين قبل كده. المهم ثواني بس عشان الدبان ده هيخنق امنا. فيديو عملته مره متهيألي مره واحده او مرتين مش فاكر. المهم ان احنا هنعمل ريفيو للاغنيه الجديده بتاعت عصام صاصا وعنبه، ويا رب ما ناخد كوبي رايت على الفيديو. المهم يا جدعان الاغنيه دي خربت الدنيا. انا بمشي في كل حته بسمعها وبشغلها، بمشي في كل حته بقعد اغنيها، اي حد ببقى قاعد معاه الاقيه بيغنيها. الاغنيه دي فيروس 2022 حرفيا. الاغنيه دي راكبه ترند اول مش عايزه تنزل. الله اكبر ربنا يزيدهم. ويلا بينا نعمل عليها ريفيو كده بسيط. انا عارف ان انا رايي ما يهمش اي حد، بس انا حابب ان انا اعمل عليها ريفيو ونسمعها مع بعض. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. كده دخلت الكليب جامده جدا 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 جدا. شابوه للمخرج ودي هو الديابلو طبعا اللي طور من نفسه تطوير جامد جدا، وبالمعدات اللي بقت معاه وبقى تطوير جامد جدا بصراحه. الله اكبر عليه، طور جامد. ودخلت الكليب اصلا وتصوير الكليب ان هو يوصل للكواليتي ده وال4K ده حاجه جميله جدا بصراحه، حاجه جامده قوي. فيلا بينا نكمل. صوصة اصلا جميله جدا في التوزيع وفي الريتم بتاعها، حلو جدا 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 بصراحه. شابوه لكيمو الديب. كيمو الديب اعتقد هو اللي موزع. ايوه هو كيمو الديب اللي موزع بصراحه. الله اكبر عليه، عامل يعني تنقلات في البريكشنات وفي المزيكا وحاجات جامده جدا بصراحه. حاجه جامده قوي، خلت الناس يعني بقت حافظه اصلا النقله بين عصام صاصا وعنبه. وغير كده ما تنساش ان عصام صاصا بيغني بحاجه وعنبه بيغني حاجه، بس لما تيجي تسمعهم مع بعض ما تحسش ان في اختلاف. الله اكبر ما فيش اختلاف. وكمان غير كده ان هو اصلا بدخل دبل ومخلي عصام بيرد على عنبه في بار، مخلي اللي هو اكن ما فيش اختلاف، هما الاثنين صوت واحد او اغنيه واحده بيغنوا مع بعض. فبصراحه شابوه لكيمو الديب بصراحه جامد. فاير انا العو ما بشوفش حد. دي الحته اللي انا بتكلم فيها، اللي هو عصام صاصا يعني كمل بقيه البار بتاع عنبه، وتحس ان هو اصلا ما خرجش بره الموضوع. تحس ان هو لسه الاغنيه شغاله وعنبه هو اللي مكمل. يعني الله اكبر. كيمو الديب بجد توزيعه شابولي، وشابوه لفريق العمل كله. حتى الدانسر اللي بيرقصوا ورا شابوه ليهم. الكليب ده دمار. اجمد كليب واجمد اغنيه في 2022 ده حرفيا. فات حاجه واللي جاي حاجه. في نقطة ودي اللي انا كنت قصدي اقولها لكم يعني في العنوان وفي البوست اللي انتوا داخلين عشانه عامة، يعني ان اللوكيشن دوت شابوه اللي اختار اللوكيشن وشابوه اللي عمل اللوكيشن. بس على ما اعتقد ان هو اللوكيشن اللي اختاره عنبه او ديابلو، بس اعتقد عنبه لان عنبه كان مغني في نفس اللوكيشن دوت مع الصواريخ لو تفتكروا. العين علينا الرب حارس. بص يا جماعه يا طبيعي يا طبيعي يا طبيعي. ايوه هي الاغنيه دي بالظبط. بس عامه شابوه للوكيشن مش شرط، عشان في ناس تانية غنت في لوكيشن انا كمان ما غنيش فيه. مش شرط او ما عملوش، مش شرط، عادي. كلنا بنعمل باك جراوند يليق بالاغنيه ويليق بالكليب. بس عامه هو جميل جدا ومطلع الكليب جميل جدا. وشابوه تاني مره لديابلو انه مطلع الكليب بالطريقه دي. الله اكبر عليه. انا نيتي بعد لا ما مغيب وفي رجوعي ديب، بس ان انا على كله نبي. جاية معاك تغيب حبيبي كخ عبادي تعب معايا ده لساني. اللي انت نفسك تعديه انا مستنيك تجي بعديه. اخرك تلمحني من بعيد بس تبقى صاحبي مستحيل. تنقلات في الكليب والحركه والدانسر
والشوتات وكمان تناسق اللبس اللي لابسينه هو عنب وعصام صاصا مع بعض والسلاسل، واللي هو يعني عاملين حاجه تستاهل الترند، عاملين حاجه تستاهل الترند. انا عارف ان انا مش مجهز سيناريو اطلع اتكلم عليه، انا طالع اتفرج والله العظيم، انا اول مره اتفرج على الكليب واطلع منه تفاصيل قدام الكاميرا عامه، حتى هتلاقوني ان انا مش عارف اتكلم، مش عارف انا بقول ايه عامه. انا اول مره اتفرج، انا اتفرجت عليه كذا مره بس ما طلعتش منه تفاصيل، اول مره اطلع منه تفاصيل قدام الكاميرا قدامكم، فانا بقول رايي وبقول الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه اللي في الكليب. الله اكبر عليه، الكليب لحد الان مش ظاهر لي فيه حاجات وحشه، الكليب جامد والاغنيه جامده ومحتاجه رقص وعايز ان هو مرقص عليها. طبعا عصام صاصا الله اكبر عليه، لازم يخش بالحته بتاعته الحزينه دي كده، لازم يديها لك التاتشايه بتاعته دي ده اداؤه، ده شغله، فلازم يديك الحته التاتشايه الحزينه دي. طبعا حاجه جامده جدا، دخل وراها عنب على طول، لزق وراه باور الاغنيه تاني عشان ما ينفعش الاغنيه تفضل نايمه. عامه الاغنيه جامده جدا جدا، تعالوا نسمع اخر حته فيها بقى علشان اقول لكم رايي بجد في الاغنيه عامه يعني. حتى نهايه الكليب اصلا لوحدها تحس ان انت كنت في كليب اجنبي، تحس ان انت كنت مش في كليب مصري، لا كليب اجنبي. الله اكبر عليهم، شابوه الفريق العمل اللي اشتغل في الاغنيه وفي الكليب وفي كل حاجه بصراحه، حتى في اللوكيشن، حتى في مهندس الديكور اللي عمل اصلا اللوكيشن، الله اكبر عليه بجد. الكليب جامد جدا، يستاهل ترند اول، يستاهل احسن اغنيه واحسن كليب في 2022. شابوه جدا لفريق العمل كله، ويا رب في تطور دايما، ونشوف ناس يعني بيطلعوا حاجات كويسه زي كده في بلدنا. يعني انا شايف ان في ناس بدات تهرتل في الاغاني فعلا حرفيا، فلما بشوف ناس زي كده في بلدنا بتطلع حاجات جميله زي كده وتوصل لترند اول 2 مليون ونص في اقل من كام يوم، دي حاجه جميله، حاجه جميله جدا، واكيد وصلت لكذا بلد بره، واكيد كذا بلد بتشهد بالاغاني ديت في بلدنا. انا بحيي الاغنيه الحلوه، بحب الاغنيه الحلوه، لان انا اساسا يعني اعتبر بغني، يعني انا اساسا بغني هاوس كول وبغني اللون دوت بتاع عنبه، فانا فاهم التوزيع دوت وفاهم كل حاجه بيعملوها، عشان كده بقول رايي. الله اكبر، الكليب يستاهل انه يبقى احسن كليب 2022، شابوه ليهم. وبس كده يكون الفيديو خلص النهارده، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وعارف ان انا حاسس ان انا نايم النهارده في الفيديو، حقكم عليا، بقالي كتير قوي ما قعدتش قدام كاميرا ولسه صاحي طبعا، بس اللي جاي احسن ان شاء الله، وانا بحضر لكم حاجات كتيره جدا 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 هتكون حلوه وتليق بيكم، واشوفكم الفيديو الجاي يا رب ما يكون بعيد. سلام. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني، بسكم تسيبوني من دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك يسأله تيجي قدامي تفشلوا، حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد، حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش